السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي قبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة. تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتماد عليك يا رب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسيش تقولي لي انت بتتابعيني منين. دلوقتي بقى انا هعمل معاكم الاكلة الترند. الاكلة دي ترند وانا هعملها معاكم وهقول لكم بما يرضي الله، بما يرضي الله حلوة ولا وحشة وتستاهل تعملوها ولا لا. ماشي؟ عشان النهارده حبايبي انتوا زي ما انتوا فاهمين كل حاجه مكلفه، فانتوا مش هتعملوا الحاجه وترموها، فانا بما يرضي الله هقول لكم. تمام. دلوقتي انا جبت الحله اللي انا حطيتها في الاول دي فيها ميه، ولحت على النار وحطيتها على النار زي ما انتوا شايفين كده، وجبت حله تاني زي ما انتوا شايفين كده بخرط فيها ايه، بصلتين. والبصل بيرجع للكميه اللي انت هتعمليها، يا اما بصليه كبيره يا بصلتين وسط، فانا البصلتين بصراحه يعني مش كبار او صغيرين، فهخرطهم معاكم زي ما انتم شايفين كده. هي دي حجم البصلايه، يعني صغيره كده تيجي قد البيضه، فانا هخرطهم معاكم زي ما انتم شايفين كده، ونشوف اكلتنا ايه الترند اللي هتتعمل دي، وحلوه ولا وحشه بما يرضي الله. ما تنسنيش بكومنت حلو يكبر بخاطري، ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبروا بخاطري كده، اللهم امين يا رب العالمين. دلوقتي ادينا خرطت البصل، انا ما حطيتش ماده دهنيه لسه، ورحت نازله بالزيت برضو ترجع للكميه اللي انت هتعمليها. انا نزلت بحوالي 4 معالق من الزيت او 5، ترجع للكميه اللي انت هتعمليها. في كميه مثلا ممكن هتعملها اكتر، في كميه لا. تمام. دي الحله اللي على النار دي، فانا هنزل ايه بشويه ملح، وهروح مغطياها وسايباها مع نفسها بقى لحد ما تغلي. والبصلايه ديت هفضل وراها ايه لما تحمر واحده واحده كده. تمام. اللي وصل معايا لحد هنا يقول لي هو بيتابعني منين. شايفين لون البصله بقى، اللون الجميل ده؟ لحد ما توصلي للون الجميل ده، شايفين اللون الجميل التحفه ده بتاع البصل؟ انتوا توصلي له. دلوقتي انا هشيل البصل اهو واركنه على جنب. دلوقتي احنا هنعوزه، ده الاساس في الوصفه دي، البصل ده الاساس في الوصفه دي، في الاكله دي. يعني الاكله دي اكله مصريه جميله على فكره. ونزلت ايه بمعلقه هرميه سكر، معلقه هرميه من السكر زي ما انتوا شايفين كده. هتكرملي السكر، همسك السكر اكرمله بس بالراحه واحده واحده. لو عيل جنبك ولا كده خليه يبعد. هتكرملي السكر زي ما انا بكرمله كده بالراحه، هيكرمل معاكي دلوقتي، هيكرمل معاك وهيبقى زي الفل. وسبت ايه حبه من البصل كده ايه مع السكر يتكرملوا، واحدتين من البصل يعني، ما شلتوش كله. تمام. دلوقتي ايه دي المكرونه، مكرونه عقل بقى، كبيره صغيره مرمريه اي حاجه. وكيس مكرونه سباكيتي، يعني كيس مكرونه من الاسباجيتي، وكيس مكرونه اللي هي العقل تحمير بقى، اللي هي بتنعمل بالصلصه الموجود عندك يعني. ورحت نازله ايه، الميه غليت بتاعت المكرونه، رحت نازله بالمكرونه زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بشويه زيت عشان المكرونه ايه تبقى مفلفله، بس هي المكرونه النظيفه بتبقى مفلفله. شايفين بقى السكر اتكرمل ازاي؟ شايفين الكرمله؟ اللون بتاعها بقى حلو، ما تكرملوش اكتر من كده عشان ما يمررش معاك. رحت نازله بايه، بالصلصه. صلصه عندك، ودي طماطم انا ضرباها في الخلاط. لو عندك طماطم انت مخزناها تمام، ما عندكيش هتجيبي معلقتين من الصلصه وشفشق طماطم. طبعا انا كان عندي صلصه كتير، نزلت بالصلصه. الصلصه دي كنت انا مخزناها في الفريزر من اللي انا عاملاها برضه، نزلت بيها كيس، ونزلت بشويه ايه كنت ضرباهم في الخلاط حوالي نص كيلو. ورحت نازله بالملح والفلفل الاسود والكمون، ده الملح اهو. برضه بترجع لكميتك، هي ما بنحطلهاش توابل اكتر من كده، بس ما تحطيش حاجه تاني. وتقلبيها بقى وسيبها مع نفسها بقى تتسبك معاكي. تمام. دلوقتي هشيل المكرونه. دلوقتي انا هعمل معاكم المكرونه بتاعت السيده زينب. المكرونه دي اللي بتنعمل في السيده زينب. هل اهل السيده زينب يخشوا كده يشوفوا الفيديو يشوفوا هي نفس المكرونه ولا لا؟ دي المكرونه بتاعت السيده زينب زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي انا فضيتها معاكم اهو زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بقى بالصلصه عليها. طبعا انت بتنزلي بالصلصه عليها اول باول زي ما انتم شايفين كده. شايفين الصلصه لونها جميل وحوار ازاي، تحفه، لونها تحفه بصراحه طعمها يودي في حته تانية. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟
بصراحه انا لسه هدوقها معاكم اهو، وهشوف الجمرمات في البوتاجاز. لسه بقى ايه، هدوقها معاكم واعرف طعمها ايه. لسه كمان حبه. لسه هدوقها معاكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة ربنا لا حلوة أوي. حلوة حلوة حلوة، جربوها وعلى ضمانت بجد بجد. حلوة أوي، حلوة أوي 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 أوي. وصفة جميلة وحلوة. مكرونة السيدة زينب بجمالها وحلاوتها، أنا أول مرة أدوقها والله لما أنا عملتها. ما شاء الله تبارك الرحمن. والناس اللي من السيدة زينب لو دخلت وسمعت الفيديو يقولوا هي نفس الوصفة دي ولا لأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.